من هنا من أمام مجلس الدولة وفي هذه الوقفة الاحتجاجية الخاصة والمتعلقة بقضية الأخت المسلمة كاميليا شحاتة، أقف معكم هذا الموقف في مشهد ربما لم يتكرر قبل 25 يناير، وهو أن أقف مع سيادة العميد طارق فكري وفضيلة الشيخ أبو يحيى في كادر واحد. السلام عليكم. سيادة العميد، اليوم كان هذه الوقفة الاحتجاجية، تقييمك إيه للإخوة الذين وقفوا هذه الوقفة؟ كانوا واقفين بشكل إيجابي، بشكل سلبي، صدر منهم شيء غير مناسب؟ لا بصراحة كانوا ناس في منتهى الاحترام وسلميين، وناس بيطالبوا يعني بمطلب سلمي ومطلب شرعي، وكانوا في منتهى الانضباط والاحترام اثناء الوقفه، وهاديين ومحترمين، مفيش حاجه خالص. لا يعني امبارح كان في يعني اخوه ومحبه، والوقفه كانت هاديه يعني. طيب، امبارح كان في بعض الناس أشاعت أن السلفيين سيقومون اليوم بالاعتداء على كل امرأة غير محجبة أو على كل امرأة غير مسلمة، ويلقون عليهم زجاجات مياه النار واعتداءات واعتقالات لهم. الكلام ده كله تقييم حضرتك بيتقال ليه، وفي حين أنك بتشوف الشباب المسلم لما بيجي يقف بيقف بشكل منظم وشكل إيجابي؟ طب الاشاعات دي كان مين مصدرها؟ والله بعض وسائل الإعلام والقنوات الكبيرة تناولت القضية دي في برامج التوك شو المسائية. يعني مجرد اشاعات ترددت بس يعني. لا، هي دي اشاعات لا اساس ليها من الصحه، والغرض منها طبعا معروف، هو اثاره الفتنه يعني. اثاره الفتنه طبعا، بلا شك بلا شك بلا شك. والبلد مش ناقصه يعني، العمليه عايزه تهدى كده، وعشان البلد تقوم على حيلها والاقتصاد يقوم، والناس تشوف اشغالها بقى وتشوف مصالحها، والبلد تقوم على حيلها وتتقدم، لان كده الوضع بصراحه صعب قوي على الكل، مش على حد بعينه، على الناس كلها يعني. بارك الله فيك.